لك أن تتخيل اجتمع في هذا المكان كبار الصحابة، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يؤمهم خير البشر المصطفى عليه الصلاة والسلام. في أول جمعة خطب عليه الصلاة والسلام فيهم خطبتين قصيرتين شاملة جامعة فيها من الخير والبركة والتقوى الشيء الكثير، كيف لا وهو من أوتي جوامع الكلم. ختم الخطبة بقوله عليه الصلاة والسلام أنه على الإنسان أن يكون مع الله، فإن من كان مع الله كفاه ما بينه وبين الناس، وإن من كان مع الناس لم يكفه ما بينه وبين الله. وهذا منهج للخطباء إلى قيام الساعة، قصر الخطبة وإطالة الصلاة، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام: قصر الخطبة وإطالة الصلاة مئنة على فقه الإمام.